سلام الناس الكل مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. وقبل ما نبداو اذا ما كنتش مشترك في القناة اشترك وحط لايك وفعل الجرس باش توصلك الاخبار كرة القدم التونسية والعالمية. يواصل الحارس التونسي الشاب اسحاق زنتور شق طريقه بثبات داخل أكاديمية نادي نيس الفرنسي، حيث يطمح إلى الوصول يوما ما إلى الفريق الأول واللعب في أعلى المستويات الأوروبية، إلى جانب الحلم الكبير بتمثيل المنتخب التونسي لكرة القدم في المستقبل. ويبلغ زنتور من العمر 18 عام ويلعب حاليا مع فريق نيس الفرنسي تحت 19 عام، كما سبق له أن حمل قميص المنتخب التونسي تحت 17 عام، ويعتبر من الحراس الشابين الواعدين الذين يحظون بمتابعة من عدة جهات فنية بفضل تطوره المستمر. وفي حديث عن بدايته مع كرة القدم، أكد الحارس الشاب أن مسيرته انطلقت مبكرا داخل نادي نيس، حيث بدأ اللعب في سن الخامسة كحارس مرمى، وتدرج في مختلف الفئات العمرية داخل النادي حتى وصل اليوم إلى فريق النخبة. ويؤكد زنتور أن هدفه الأساسي في المرحلة الحالية هو مواصلة العمل والتطور من أجل الحصول على عقد احترافي مع النادي والوصول إلى الفريق الأول، خاصة أنه يحلم باللعب في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى مستقبلا. كما عبر الحارس التونسي عن رغبته الكبيرة في تمثيل المنتخب التونسي الأول، مؤكدا أنه يعمل يوميا من أجل تحقيق هذا الحلم والاقتراب أكثر من حمل قميص المنتخب في السنوات القادمة. وأعلن أيضا عن الحارس الذي يعتبره قدوة له. أشار الزنتور إلى إعجابه بالحارس التونسي معز حسن، في حين يعتبر الحارس البرازيلي أليسون نجم ليفربول مثاله الأعلى في المستوى العالمي. ورغم نشأته الكروية في فرنسا، يشوف سانتور أن ناديه المفضل في تونس هو النجم الرياضي الساحلي ليتوال، مؤكدا ارتباطه الكبير بالكرة التونسية. ويعد إسحاق زنتور من بين المواهب التونسية الصاعدة في أوروبا، في وقت تواصل فيه الكرة التونسية متابعة اللاعبين الشبان في الخارج من أجل دعم المنتخب الوطني في المستقبل. وهذا كل شيء في الفيديو. كان مشك مشترك في القناة اشترك وحط لايك وفعل الجرس باش توصلك الأخبار كرة القدم التونسية والعالمية.